الامتحانات إنها جزء من الحياة المدرسية، تختبر ما تعلمناه، لكن الامتحانات ليس بالضرورة أن تكون مخيفة. إذا استعددنا جيداً يمكننا أن نشعر بالثقة. التحضير الجيد يساعدنا على تذكر المعلومات، كما أنه يساعدنا على الشعور بالهدوء في يوم الامتحان. عندما نكون مستعدين، يمكننا التركيز على الأسئلة. لا داعي للقلق بشأن تذكر كل شيء في اللحظة الأخيرة. هذا يجعل تجربة أداء الامتحانات أفضل. تذكروا، التحضير الجيد هو مفتاح النجاح. إنه مثل بناء منزل قوي. الطالب المجهز جيداً يشبه منزلاً ذو أساس متين، جاهز لأي عاصفة. للتحضير الجيد، نحتاج إلى إدارة وقتنا. هذا يعني التخطيط لوقت الدراسة وماذا سندرس. لا تنتظروا حتى اللحظة الأخيرة. هذا سيجعلكم تشعرون بالتوتر فقط. بدلاً من ذلك، ضعوا جدولاً. قسموا وقتكم إلى جلسات دراسية صغيرة. على سبيل المثال، ادرسوا مادة واحدة لمدة 30 دقيقة، ثم خذوا استراحة. هذا أفضل بكثير من الدراسة لساعات وساعات دون استراحة. يحتاج عقلكم إلى وقت للراحة واستيعاب المعلومات. تذكروا، القليل من التخطيط يفيد كثيراً. تماماً مثل المزارع الذي يزرع محاصيله مقدماً، فإن الطالب الذي يخطط لوقت دراسته يجني ثمار درجات جيدة. الدراسة بذكاء لا تقل أهمية عن الدراسة بجد. كيف تدرس بذكاء؟ قسم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر. إذا كان عليك قراءة فصل كامل، فقسمه إلى أقسام. اقرأ قسماً واحداً، ثم دون ملاحظات. يمكنك أيضاً استخدام البطاقات التعليمية لحفظ الحقائق والتعريفات المهمة. جرب طرق الدراسة المختلفة، وانظر ما هو الأنسب لك. لا تخف من طلب المساعدة من معلمك أو زملائك في الفصل إذا كنت تواجه صعوبة في فهم مفهوم ما. تذكروا، الدراسة لا تعني فقط حفظ الحقائق، إنها تعني فهم المفاهيم. إنها مثل حل اللغز، كل معلومة تساعدك على رؤية الصورة الأكبر. التحضير للامتحانات يشبه بناء اللغز. كل جزء، إدارة الوقت، الدراسة بذكاء، وفهم المادة، مهم. عندما نجمع هذه الأجزاء، فإننا نخلق صورة كاملة للنجاح. تذكروا، الامتحانات ليست مجرد درجات، إنها فرص للتعلم والنمو. من خلال التحضير الجيد، تكتسبون المعرفة وتبنون الثقة التي ستساعدكم في جميع جوانب الحياة. لذا، في المرة القادمة التي يكون لديكم فيها امتحان، تذكروا هذه النصائح. آمنوا بأنفسكم، ابذلوا الجهد، وستنجحون بالتأكيد.